السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي احسن حال يا ربي. وصفتنا لليوم كما كتشوفوا طويجن على حقو طريقو ديال الدجاج بالزيتون اللي كيجي مدغمر، والاهم اللذيذ والمذاق لا يقاوم. بسم الله على بركة الله. كما كتشوفوا المقادير اللي هي الدجاج بطبيعة الحال، وراس معلقه ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير، والملحه قليله على حسب الذوق، والخرقوم معلقه ديال الخرقوم، وراس معلقه ديال السمن اللي كيبغيه. وإلا كان متوفر عندكم الزعفران شعره او الملون، وواحد العويد ديال القرفه بطبيعه الحال، واحد جوج فصوص ديال الثوم محكوكين، وواحد طريف ديال الليمون المصير، والزيتون بطبيعه الحال اللي غنخضروا به، وبصله كبيره تكون مقطعه رقيقه، وكاس نص كاس نص كاس ما بين زيت زيتون وزيت المائده. وبسم الله غادي ندوزو نخلطوا هاد الشرموله ديالنا اللي غندوزو فيها الدجاج. نبداو بداك الراس معلقه ديال الابزار، وواحد المعلقه صغيره ديال السكينجبير كما كتشوفوا، وداك راس معلقه ديال السمن. اللي كيبغي يقدر يدير حتى نص معلقه، المهم غير هذا ما عنديش شحار، وفي نفس الوقت غير شويه، ومعلقه ديال الخرقوم، وواحد نص معلقه ديال الملح، لان خص تعرف ان غادي نديرو معاه الزيتون اللي كيكون مالح شويه، واحد شويه ديال الزعفران شعره نحكوه. هنا راني نسيت نضيف الثوم غادي نضيفها من بعد. واحد شويه ديال الماء اللي غادي نخلطوا به يعني الشرموله ديالنا اللي غندوزو فيها الدجاج. غنشدو داك الدجاج ديالنا. بطبيعه الحال الدجاج على حسب افراد الاسره وعلى حسب الرغبه. انا درت واحد نص دجاجه صغيره، يعني يقدر ديروا غير الفخيدات او لا كان الصدر او الدجاجه كامله. مهم الاهم هو الطريقه والمقادير اللي غادي نستعملو. غادي نحاولوا ندوزو داك العطريه كامله اللي درنا. بغيتي تخليوه شويه، الا كانت عندكم الدجاجه كامله الاحسن تخليوها واحد 4 ساعات نص ساعه، يعني باش تشرب داك العطريه باش كتجي زوينه. وبطبيعه الحال راه الدجاج ديجا غسلناه بالمليحه وشويه ديال السكينجبير من قبل يعني، والحامض. غنضيف الثومه اللي نسيتها مع شويه ديال الليمون مصير مقطع. لهذا الملحه كونوا حذرين، الا كان عندكم الدجاج يعني مملح احسن ما ديروش حتى تذوقوا. كان عندكم ان هذا الدجاج ما مالحش غادي ديروا غير شويه حتى تذوقوا يعني المرقه. هذيك الساعه تقدروا تضيفوا الملح. نحاولوا ندوزو داك الدجاج ديالنا كامل مزيان بداك الثومه والعطريه اللي درنا كامله مزيان. الا كنتي مزروبه ديري في طنجره الضغط وغادي تسدي عليه اون فوا يصفر واحد 10 دقائق حتى ل 4 ساعات حيديه تشوفيه الا كان طاب. انا غادي نديرو في طويجين، تقدروا ديروه في طاجين ديال الطين عادي، ولا هذا انا عندي هاد المقيله ثقيله بحال الطاجين. بسم الله. ندوزو نديرو زيتون زيت المائده داك نصف كاس، ونضيفو لها داك الزلافه او داك البصله كبيره ديال البصله اللي مقطعه رقيقه، ونحطو داك الدجاج ديالنا ونضيفو له داك الخليط باش ديال العطريه اللي درنا له، داك اللي تبقى لنا. انه كيجي لذيذ وكيوجد بسرعه. الا كنتي مزروبه تقدري تسدي عليه، ديري له نصف كاس ديال الماء وتسدي عليه وتخليه على نار مهيله. الا بغيتو الدجاج يجيكم لذيذ، اللحم اي حاجه تجيكم لذيذه، الاهم ان النار تكون بهذه الطريقه، تكون على الاخر وتخليوه يطيب على خاطره. انا ما كنتش مزروبه به درته في الطويجين. كون كنت مزروبه غادي نسد عليه الكوكوط 4 ساعه، غادي نشوفوا الا كان واجد يعني دغيا كيوجد. تقدري ما تضيفيلوش الماء نهائيا
في الكوكوط. انا ملي كنديرو في الكوكوط ما كنضيفش الماء نهائيا. بالنسبه اللي عنده الوليدات وكيبغي انه المريقه تبقى اكثر يضيف واحد نص كاس ديال الماء. انا كما غتشوفوني غنضيف واحد الكويز الماء حتى البصله تنزل مزيان. كما غادي تشوفوا انا مره كنحرك نحاول، حيت ما ضفتش الماء نهائيا كيطيب غير في داك البصله. الا ضفنا الماء من دابا البصله ما كطيبش بسرعه، ما كتذوبش. انا بغيت البصله تذوب. نقلبوا داك الدجاج مره وبدون اضافه الماء حتى تنزل داك البصله مزيان كما كنوريكم في الصوره. بالنسبه للبنيتات اللي عمرهم ما طيبوا راه غتوجد يعني غادي تنجح معكم الوصفه وغتجيكم لذيذه وغتوليو ديما طيبوا بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا راه بدون اضافه اي نقطه ماء، غير في داك البصله والنار مهيله. غادي نخلي داك الدجاج ديالنا كيطيب بهذه الطريقه. كتشوفوا البصله راه كتذوب لان ما ضفناش الماء. نحطو على الطاجين ديالنا. معرفتش ذكرت لكم داك العود ديال القرفه. يعني درت داك العود ديال القرفه بطبيعه الحال في الطاجين ديالنا. صافي داك الكويس ديال الماء اللي ضفت صافي هو باش غادي يبقى حتى يطيب حتى الاخر. وبنفس الوقت انا بغيت شويه كثير ديال المرقه على حسب الوليدات. اللي كيبغي انه باش يكون طاجين فيه شويه ديال المرقه ما يكونش ناشف، واللي كيبغي يكون ناشف الوغ بلا ما تضيفوا الماء. صافي داك الكويس صغير ماشي كبير غادي يطيب داك الطبق غادي بحالو ديال الطياب غادي يطيب. في هاد الاثناء فاش طاب الدجاج ديالي انا ضفت الزيتون بالعدم. تقدروا ديروا الزيتون الاحمر او الزيتون المشطوط حتى هو كيتواتى مع بزاف. انا ضفت الزيتون بالعدم غادي نخليه يغلي شي شويه باش كيتسوط المذاق شويه ومن بعد ندفي عليه. صافي دابا راه الدجاج ديالنا واجد، الزيتون ضفتو صافي، الطويجين ديالنا واجد بالصحه والراحه. غادي نديرو شي ديال الفريت يتقلى ونقدموا الطبق ديالنا. تقدروا تقدموه كذلك هكا بدون بطاطا مقليه اولا باللوز كما بغيتو، يعني اضافات كتبغيو اولا اللي كيبغي يدير حتى هذا مهم خاص غير الدجاج بالزيتون والفريت. صافي هذا الطبق ديالنا من بعد ما طينا عليه كما كتشوفوا كيجي خاسر ومدغمر. طريقه سهله وسريعه. ودابا ندوزو للتقديم ديال الطبق ديالنا مع شويه ديال الفريت. هكذا كيجي بالصحه والراحه. شكرا على المشاهده والى فيديو قادم. ما تنسوناش من اللايك ومن الاشتراك ومن التعاليق الزوينه ديالكم، والى فيديو قادم وبصحه وراحه ودمتم في رعايه الله.